حلقتنا اليوم: شركات جزائرية أجنبية لاستيراد السيارات بالجزائر تتيح التعديلات الجديدة لدفتر الشروط إمكانية إتاحة للشركات الأجنبية، ولكن وفق صيغة الشراكة 49 51%، وهو ما كان غير متاح في دفتر الشروط الحالي. هذا الأمر يعني تكوين شركات جزائرية أجنبية لاستيراد السيارات تكون فيها النسبة الأكبر من المسؤولية للطرف الجزائري، وهو الأمر الذي سيتيح للشركات الأجنبية إمكانية العودة لاستيراد السيارات، وذلك باختيار شريك جزائري. وتتيح التعديلات أيضا إلغاء نظام الكوتا والحصص على خلاف ما تضمنته دفاتر الشروط السابقة، وإمكانية استيراد عدة علامات للمركبات بدل علامة تجارية واحدة، وإلزام الوكيل بضمان خدمات ما بعد البيع عبر كافة مناطق الوطن أي الجهات الأربعة للوطن. وبالنسبة للمادة الجديدة التي ستقصي عشرات الوكلاء من استيراد السيارات، هي المادة التي تلزم الوكلاء بخبرة 5 سنوات في مجال استيراد وتسويق السيارات وامتلاك شبكة لخدمات ما بعد البيع من أجل الحصول على اعتماد لاستيراد السيارات، وهو ما لا يملك الكثير من الوكلاء الجدد الذين لم يمارسوا من قبل نشاط استيراد وتسويق السيارات في الجزائر. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.